بطي. طب الحمد لله. هتيجي هتروحي على البيت؟ لا ما تروحيش على البيت، ماشي. طلعي الكسر بتاعك، اكيد بيبقى مثلا لو قبضتي 3000 جنيه، ده فرض يعني مثلا. طلعي 20 جنيه الكسر العيكي، الكسر بتاع البواقي مثلا 3020 3005. انت بقى انت وقدرتك. طلعي مثلا 20 جنيه، طلعي صدقه، صدقيني بتبارك لك في كل المرتب بتاعك. هنطلع كمان 500 جنيه. روحي بقى على خيرة الله. او ممكن لا ما تروحيش، هقول لك تعملي ايه. طلعي 300 جنيه على جنب، ماشي. هقولك تجيبي بيها ايه دلوقتي. وطلعي 200 على جنب، وطلعي 500 جنيه. ادي 1 2 3 4 5 على الجنب التاني، ماشي. وانتي مروحه يا حلوه، انا عايزاكي تعملي حاجه هقولها لك دلوقتي في الايه، في الميزانيه اللي احنا هنعملها. ال 200 جنيه دي خلاص. هتجيبي دي ميه وكهرباء، كهرباء وغاز. الميه دي مثلا بتجيلك كل كام شهر، بتبقوا في بيت عيله، بتيجي بقى مش زي الميه والكهرباء، ما بتطلعش قوي زي الميه الغاز والكهرباء. هتطلعي 100 كهرباء ودي ايه 100 غاز. ما تقوليش لا انا 200، انت بقى انت اللي خسرانه، انت اللي بتستهلكي كتير، وبعد كده تقولي عايزه اوفر. لا، ماكسيمم جدا ان انت الكهرباء تبقى 100 والغاز 100، ماشي. لو في اوفر 120 130 ما تزيدش عن كده، تعرفي ان انت مسرفه على طول. ان انت ابنك دخل الاوضه، خرج منها، اقفلي وراه، اجري ورا عيالك في الشقه. خلص التلفزيون، هو نص ساعه واقفل، يلا احنا وقت مذاكره، وده افضل وقت انت تستهلكي كهرباء، تستهلكوا كهرباء. فخلي بالك ان انت مثلا التلفزيون تقنني منه. ادي 100 كهرباء وادي 100 غاز. طب ال 300 جنيه، احنا دلوقتي شلنا 500 جنيه. ال 500 جنيه دي هتبقى دي فلوس متشاله لاي ظرف حصل. لاي ظرف حصل. انت قبضتي 3000، شلت 500، ادي 200 كهرباء وغاز. وال 300 هقول لك تعملي بيهم ايه دلوقتي، ماشي. دلوقتي روحي بقى بعد ما تشتري الحاجه اللي اقول لك عليها دي، وايه، وفنصي الفلوس اللي معاكي، ماشي. اول حاجه الميزانيه احنا شلنا 500 جنيه على جنب كده. هناخد ال 2500، نبتدي بقى نفنص فيهم. قلت لكم خدنا ال 500، 100 غاز و100 كهرباء. ال 300 جنيه وانت مروحه هاتي لي كيلو لحمه برازيلي، صدقيني وهتدعوا لي. اللحمه نازله في منتهى الجمال، احسن كمان من اللحمه البلدي. اللحمه البلدي ليها طعم غريب وصفرة وكلها ادويه بسبب غلاء العلف يا جماعه، بيحطوا لهم اي حاجه. اما اللحمه البرازيل بيبقى مكشوف عليها، وطبعا بره بيبقى في مزارع ومراعي، صدقوني بيبقى طعمها احلى 100 مره. جربوها اليومين دول بتبقى تحفه. جبت كيلو، هتجيبي كيلو لحمه برازيلي ب 180 جنيه، هتفرميه. ما تجيبيش لحمه مفرومه من عنده، لا هتفرميه. افرمي كيلو اللحمه، وبعدين هاتي نص كمان افرميه، ده على لوحده وده على لوحده، ماشي. وارجعي بقى بحمد الله، ونبتدي بقى ايه، نبتدي الفيديو مع بعض، ماشي. قسمي لي بقى كل اسبوع، قسمي الشهر 4 اسابيع، كل اسبوع 500 جنيه. احنا مش هنقول 200 و300، الحاجات دي مش هتناسب معانا. ده المينيمم ان احنا نقسم كل اسبوع 500 جنيه. 3 4 5 ودي ايه، ودي 2 3 4 5 ودي 5، ماشي. ادي 5. كل اسبوع حددتي ان انت لازما هو ال 500 جنيه ما تخرجيش عنهم، فطار وغدا وعشاء. مش هقول لك حطي 300 جنيه وبعدين هتفشل الميزانيه، لا. هو ده اللي انت مش هتخرجي عنهم. ادي 1 2 3 4، ماشي. احنا خلي بالكم في 500 جنيه على جنب شلناهم لايه، فلوس متشاله لاي ظرف حصل. اول حاجه هنسمي الله وعلى بركه الله. ان ال 180 جنيه بتاعه اللحمه البرازيلي دي هفرمها، وال 90 جنيه هفرم. اول ما اروح البيت اجيب نص كيلو رز او ربع كيلو رز اللي عندي، فايض من الرز مثلا، احط عليه خضره وبصلايه وكام فص ثوم والتوابل بتاعته، وابعت ابني مثلا او انا اتشطر كده واروح افرمها واحطها على طول في الفريزر. عندي لحمه مفرومه اقسمها حسب بقى افراد الاسره، احنا قلنا 5 أو 6. قسمي الكيلو اللحمه المفرومه على 3، ماشي، او على 4 لو هتعملي حاجات في السريع كده. ونص كيلو مع نص كيلو رز هيعمل لك كيسين او 3. انت وشطارتك حطيهم في الفريزر. ده هيجي لك وقت تستخدميه وهتبقي فرحانه جدا ان انت شلتي حاجه من عليكي. اي حد جه عليكي، اي ضيف ولا حاجه، يبقى عندك حاجه في الفريزر. احنا ما بنشجعش التفريز دلوقتي، لان الحاجه يا جماعه غاليه جدا، وممكن في تذبذب في الاسعار، ممكن الحاجه ترخص ان شاء الله. اول 500 جنيه نمسك الاسبوع الاول. انا عايزاكي تجيبي 5 كيلو بطاطس. البطاطس انا لسه جايباها ب 10 جنيه للتحمير، 50 جنيه. 5 كيلو طماطم ب 35 ب 7 جنيه، وممكن تجيبيها ب 8 جنيه. قلنا من 35 ل 40. 3 كيلو رز
ب66 جنيه. 5 كيلو مكرونه، المكرونه ب17 جنيه، ادي 5 كيلو ب85 جنيه. لازم تجيبي كيلو فلفل، ادي 10 جنيه، والبتنجان لازم يبقى موجود في البيت 15 جنيه. انتوا ب10 كيلو ونص بتنجان هيبقوا 15. هاتي فلفل هاتي فلفل رومي على فلفل شطه اللي هو التخين مش الحراق قوي، وهاتي البتنجان اللي هو الرومي وبتنجان اللي هو العروس. هاتي كيلو ونص مخلط. انت بقى لا اما كيلو ونص، انت لازم يبقى مخلط. انت بقى انت شطوره. البطاطس دي اعمليها فطار، ممكن تعمليها لولادك بطاطس بيوريه جميله. لو عندك طبعا الزبده والحاجات دي يبقى عندك في الفريزر، لازم تكوني جايباها موفراه قبل كده. طبعا احنا الميزانيه دي يا جماعه بالتموين بالسكر والزيت، ماشي، بالسكر والزيت. كمان قلنا البطاطس هتسلقي بطاطس، ايوه هتسلقي بطاطس وعيالك هياكلوا بطاطس. مالها البطاطس؟ لو بطاطس الصبح عملتيها بتوم وفلفل تحفه يا جماعه مع شويه زيت جميله جدا، ماشي. هتستخدميها تحمري لهم شويه بطاطس. لو جبتي بيضتين كمان هيتبقى معاكي من الاسبوع 50 جنيه، هتجيبي عليهم بيضتين، ومره بيض مره من غير بيض مره كده، هتمشي الحمليه. ده فطار وعشاء. 5 كيلو طماطم هيبقى عندك من 35 ل 40 جنيه. ده الطماطم دي ممكن تعملي رز وبطاطس، رز وصينيه بطاطس. وعندك الفلفل، هتقلي في الفطار بطاطس وبتنجان. العشاء برضو عندك المكرونه. عندك ايه المكرونه؟ ممكن تاخدي مثلا 3 كيلو مكرونه و2 كيلو مكرونه سباكيتي، ممكن برضو تعملي بيهم مكرونه سباكيتي وجنبها بطاطس محمره. طب ما فيش بروتين؟ لا في بروتين. ادي 50 35 66 دول ناتج الحساب بتاع ده. 85 10 15 هيديكي 276 جنيه. معاكي 24 جنيه. نسينا البصل، هتجيبي 2 كيلو او كيلو ونص، هو ب 15 جنيه جايباه، فهتجيبي كيلو ونص. لو لقيتيه عندك ب 12 يبقى 2 كيلو بصل. كده احنا قفلنا ال 300 جنيه، هيبقى معاكي 200 جنيه فرخه. طب انا طماعه، ده 500 جنيه مش هاكل الا فرخه واحده. لا، ما احنا الاول خدنا 300 جنيه. انت وشطارتك بقى قسمي اللحمه المفرومه، ممكن تحطي عليها برغل وتعملي كفته في اليوم في نص الاسبوع، وعندك فرخه اهي في يوم الخميس، ماشي. فيبقى عندك 2 يومين بروتين، ماشي. وممكن تخليها فرخه بس واحده في الاسبوع. انت شطوره بقى وجميله وظبطي الاسبوع. دي مكرونه بطاطس، مكرونه وبتنجان مخلل كده، مشيها ماشي. في نص الاسبوع ممكن تعملي رز وكفته من من اللحمه اللي احنا عاملينها فوق. بس احسن لك ان انت تقسمي. هيبقى عندك كفته رز من ال 300 جنيه اللي احنا عملنا بيهم اللحمه، هتعملي كفته رز. وعندك كيلو لحمه مفروم، قسميها زي ما تقسميها على 4. وزودي انت لما تيجي تعملي، زودي مثلا انا كنت عامله البرجر وزودت عليه عيش يا جماعه، عيش وبضايه، او ممكن عيش وتعجنيها وتحطيها في الفريزر وبعدين تشكلها وشويه التوابل، ماشي. ده الاسبوع الاول. نيجي للاسبوع الثاني. انا جبت بطاطس، بلاش بقى، هجيب كيلو ونص فول مدمس ونص كيلو فول مدشوش. طب انا هعمل ايه؟ انا هفطر، ايوه افطري. اللي مش عايز ياكل بطاطس، بس انا بنوع لك كل اسبوع. كيلو ونص فول مدمس ونص كيلو فول مدشوش هيديكي مثلا 2 كيلو. قولي على الاكتريه خالص هيبقى ب 35 جنيه، مع ان الفول المدشوش بيبقى ايه اقل من الفول المدمس 70 جنيه. جبنا طبعا الطماطم والمكرونه والرز معانا في كل الاسابيع، حسبناهم طلعوا 261. هيتبقى من 300 جنيه، ماشي. انا سايبه لك 200 جنيه كل اسبوع، هيتبقى لك بقى 200 جنيه 39 جنيه 39 جنيه من 300 جنيه 261 هيتبقى لك 39 جنيه. عايزه تجيبي بطاطس مثلا للعشاء، ده خليه للفطار الفول، ماشي. عايزه تجيبي بتنجان، عايزه تجيبي خضار مثلا، تجيبي كيلو سبانخ ولا حاجه، هتجيبي اي خضار عندك، ماشي. هتجيبي لوبيا، هتجيبي فاصوليا، عندك 39 جنيه العبي فيهم زي ما انت عايزه تجيبي في النص عدس. دول اللي هتمشي فيهم، هما دول مش هتجيبي اكتر منهم. ادي معاكي بقى ايه. وال200 جنيه العبي فيهم، هاتي سمك زي ما انت عايزه تجيبي كيلو سمك مش 3 كيلو عندك، لو هو عندك ب50 هتجيبي 4 كيلو سمك. استحاله الاربعه هتمشي فيهم الاثنين، لا. انت بقى ال200 سمك ممكن تجيبي 2 كيلو، وال100 بقى تجيبي بيهم لبن، تجيبي جبنه، تجيبي يعني ايه. شوفي جميله وافيلبل وسهله، والاسبوع يعني ايه معاكي مرتاح. مش هضغط عليك واقول لك لا 200 جنيه في الاسبوع، ما ينفعش يا جماعه. 200 جنيه سمك. لا هتجيبي 2 كيلو، لو عندك ب50 جنيه اماكن بتبقى غاليه واماكن كل واحد بيبيع بدماغه. فانت ال100 جنيه هاتي بيهم لبن، املي بيتك بقى، هاتي لبن، هاتي 2 كيلو لبن، هاتي شاي. انا طبعا قلت لكم الميزانيه دي بالتموين سكر وزيت، اما الرز والمكرونه احنا بنشتريه من بره، ماشي. ادي 200 جنيه. ثالث اسبوع هاخد بيض
يعني اول مره بطاطس، بعدين فول، تاني اسبوع ادي بيض. هجيب كرتونه ب 105 او ب 110، رخص البيض يا جماعه اليومين دول. هجيب 5 كيلو طماطم، ادي 5 كيلو طماطم ب 35، 5 كيلو مكرونه والرز معانا والطماطم ماشي. وبعدين كرتونه البيض هيبقى كله 296، هتبقى 4 جنيه. مثلا هاتي بيهم خليهم معاكي بقى. الحاجات اللي ناقصاكي هتجيبيها من الا 4 جنيه مع 10 جنيه من هنا مع هنا، هتلاقي الحاجات اللي ناقصه عندك تجيبيها. هتبقى برضو دول ادي 300 بال 4 جنيه، هتبقى معاكي 200 جنيه هتجيبي بانيه. يبقى انت جبتي اول يوم ايه؟ جبتي فرخه، وبعدين سمك، وبعدين ايه؟ اول اسبوع فرخه، وبعدين تاني اسبوع جبتي سمك، وتالت اسبوع جبتي بانيه. على الرغم ان انا حاطالك كيلو ونص لحمه مفرومه، والكيلو لحمه مفرومه قسميها على 4، وزودي بقى، زودي برغل، زودي فول صويا. اللي عندها مثلا صبيان ما تحطش فول صويا عشان بيقولوا خطر على الاولاد. هتاخديه بقى في النص، هتاخديه في نص الاسبوع، يبقى عندك 2 يومين بروتين. ادي 200 جنيه بانيه، عايزه تجيبي نص وهيتبقى معاكي 100 جنيه، هيتبقى معاكي 100 جنيه. ال 100 جنيه برده هتجيبي بيهم لبن، هتجيبي بيها جبنه، هتجيبي يعني ايه، جميله جدا يا جماعه. الميزانيه دي تحفه ماشي. ممكن تجيبي بيهم كيلو نص كيلو بانيه، وهتجيبي ايه، دقيق تعملي مثلا كيك، وتجيبي بيضتين افيلبل ليكي يعني. الاسبوع الرابع بقى بواقي ال3 اسابيع، كيس فول من هنا، شويه بطاطس من هنا، اللهم صل على النبي، بيضتين 3 من هنا، هتمشي الاسبوع دوت كله. هتجيبك معاهم 2 كيلو قمح بليله، اعملوه يا جماعه تحفه جدا. ب 40 كيلو ب 20 جنيه، وممكن يكون في اماكن ارخص. ممكن تجيبوا معاهم لبن، كيلو لبن واحد هيبقى تحفه، تقسميه 4/4 على كل نص كيلو قمح هتحطيه، يبقى تحفه جدا ومغذي جدا للاطفال، بالذات لو حد عنده اطفال. برضو الطماطم والمكرونه والرز معانا في كل اسبوع، 5 كيلو طماطم، 5 كيلو مكرونه، 3 كيلو رز، ادي 40 و35 85. 40 ال40 بتاعت ال2 كيلو قمح مع بواقي ال3 اسابيع. اللهم صل على النبي، وال35 و85 و66 226. هيتبقى لك من 300 جنيه، من 500 جنيه شوفي معاكي لل 300 جنيه. بقيت ال 300 جنيه حوالي 75 جنيه او 74 جنيه. شوفي بقى العبي زي ما انت عايزه، كل ده فرق ماشي. 75 جنيه ممكن ايه تعوضي النقص من اللي هنا. وكمان عندك لحمه مفرومه، وعندك بواقي بقى اللحمه المفرومه والكفته الرز. عندك كمان ال100 هتاخدي بقى من بقيه دول كده 300 مع ال 75 جنيه زياده، هاتي بيهم لبن، هاتي بيهم جبنه، هاتي زي ما انت عايزه. ال100 جنيه اللي هتجيبي مثلا منهم ايه، تاخدي بقيه ال 500 جنيه من ال 300 اللي هنا، تاخدي منهم هاتي عدس، لوبيا، فاصوليا، العبي في الاسبوع كده. وال100 التانيه منظفات، وكمان هيبقى فيه وفر. بصوا بقى المنظفات، كرتونه الباهي يا جماعه ب 45 جنيه تحفه، 12 كيس يعني هتنضفي لما تقولي يا بس. والكيس يعني يعملي كميه غسيل مهوله. جربوها واكتبوا لي في الكومنتات هتدعي لي يا جماعه. ادي 7 كيلو مثلا صابون، كيلو صابون ب 3 جنيه، ادي 21 جنيه. 3 كيلو كلور، كيلو ب3، يبقى كده 45 61 ودول 30 و45 75 جنيه. 2 باكيت الصابون بلاش تجيبهم 45 و55، فيه ب 15 جنيه في الاسواق الشعبيه يا جماعه، هاتوها يبقى ب 30 جنيه. وكده يبقى معاكي برضو فلوس، وعندك ال 500 جنيه اللي مش شاله. ولو عجبك الميزانيه يا ريت تعملي لي لايك واشتراك في القناه، فضلا وليس امرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.